هل المظهر مطلوب في البيزنس؟ المظهر مهم جدا. الجوهر ده في البيت بقى عند الست الوالده والمدام، وهي عارفه يقول لك ده هو ده حد كويس. انما طبعا انت نزلت السوق مظهرك لازم يبقى مهم، والمظهر مرتبط بحجم شغل. مدير البنك ليه مظهر معين، الموظف في حته اعلى في سفاره ليه مظهر معين، صاحب شركه الشركه دي بتبيع حاجات بكام؟ بيع حاجه بمليون جنيه غير الشركه اللي بتبيع حاجه ب10 مليون جنيه. فانت اللي ما ينفعش يبقوا الاثنين نفس المظهر. المظهر مهم وبيتوظف حسب حجم البيزنس اللي انت فيه. انما مفيش حاجه اسمها المظهر مش مهم. اعرف منين ان انت شخص ملتزم؟ انت جاي لي قميصك منعكش وشعرك منعكش ومش مش مهندم، انت مش هيبقى ليك ان انت كلمه توفي بيها، شركتك مش هتبقى منظمه. بيرفلكت لكل حاجه ليه، بيبقى ايمج لنفسه كمان قبل الشركه. انا ممكن اتعامل مع الشركه دي واقول له ما تبعتليش الموظف ده تاني، ده مش محترمني ده جاي لي مش عارف لابس ايه ولا عامل ايه. طبعا ايمج المظهر مهم عشان تحافظ على وظيفتك في الشركه، عشان تحافظ على مشروعك، وعشان تعمل صفقات اكتر، تبدا تكبر، تتمم ديلز بيبقى اوسع. كل ما انت بتكبر لازم المظهر كمان يتغير.